القحطاني وعبد الله العنزي. الركلة الأولى للهلال في المرمى، في المرمى حطها ياسر بخبرته بذكائه بفطنته. الآن حسني عبد ربه سيتقدم لصالح النصر. راح الضغط الآن على الهلاليين إلى النصراويين. حسني عبد ربه هو اللي راح يسدد الركلة الأولى، وعبد الله ستيري في مرماه. حسني للنصر، حسني ضيعها. حسني عبد ربه إلى خارج المنطقة ويسجد لله شاكرا وحامدا على ما حدث في اللقطة الماضية، وبالتالي الآن للهلال الأفضلية، للهلال الأفضلية. سجل من أول ركلة ياسر، وأهدر حسني عبد ربه الركلة الأولى. أوزية المدافع البرازيلي هو اللي راح يسدد. عبد الله سديري نفس حركة محمد الدعيع أيام ركلات الترجيح، لو تلاحظوا نفس الحركة. عبد الله العنزي أوزية، عبد الله يهز المرمى، هز عبد الله وأوزية، أوزية بيبان في المرمى، يسجل الركلة الثانية للهلال الذي يرمي بكل الحمل على عاتق إبراهيم غالب الآن، ويسجل من الركلة الثانية، يسجل من الركلة الثانية. وإبراهيم غالب في موقف صعب للغاية، موقف صعب للغاية. إبراهيم غالب وعبد الله سديري في المرمى. غالب الليزر على عيون حارس المرمى. إبراهيم غالب في المرمى، الله حطها حلوة غالب، حطها حول ال90 غالب. ومين اللي يغلب الليلة من اللي يغلب؟ حطها يا غالب وهو غامر فيها، وداها صوب ال90 حطها حلوة. محمد مسعد وعبد الله العنزي، عبد الله العنزي وده يوتر شوي محمد مسعد، لكن المطلوب من الحكم اكثر حسمه في مثل هذه اللقطات. مسعد، هل يسعد؟ وعبد الله في مرماه، مسعد بيلعبها وبيشيلها. عبد الله العنزي، عبد الله يريد ان يكمل النجوميه. عبد الله العنزي يتصدى لركله ترجيحيه، ومن خلالها تاتي الفرصه للنصر عن طريق اليوناني لمعادله النتيجه، الا اذا كان الستيري كلمه. محمد مسعد اذا يهدر ركله ترجيحيه، يهدر ركله ترجيحيه. الان انجيلوس بيضيعها، عبد الله ستيري، ويقول لي العنزي ما بروحك ولا لوحدك، ترى ستيري موجود. شالها عبد الله ايضا، وعادت الافضليه للهلال. ومحمد الشلهوب الان هو اللي راح يتقدم، محمد الشلهوب في افضليه ركله الهلال. شوف اذا الهلال سجل الان من خلال هذه الركله سيصبح قاب قوسين او ادنى من التتويج بهذه البطوله. عبد الله العنزي لا زال يمارس ضغوطه على لاعبي الهلال، ومحمد الشلهوب هو اللي راح يشوت. زلاتكم وين قاعد؟ قعدتها المباراة خلاص، ما عاد فيها اعصاب. قعد الريال، قعد الشلهوب وعبد الله العنزي.
محمد شلهوب بيلعبها في المرمى، اقترب الزعيم كثيرا لأنه ينتظر من ركلتي النصر إما ضياع وحده وإما تسجيل الركلة الأخيرة، وحسين عبد الغني الآن هو اللي راح يتقدم. حسين عبد الغني بات الهلال قريبا من السادسة على التوالي للرقم القياسي، أمام الآن من خلال 3 ركلات ترجيحية، ركلتين للنصر ركلة للهلال، تكون الأفضلية للهلال بدرجة كبيرة جدا. حسين إذا ضيعها الآن قولوا للزعيم مبروك، باركوا للهلال إذا ضيع ومددوها إذا سجل. حسين عبد الغني في المرمى، يا سلام، حطها حسين. نواف العابد، نواف العابد، ركلة الحسم للزعيم، ركلة البطولة يا هلال، ركلة من خلالها يريد الهلال حسم الموقف تماما. عبد الله العنزي في مرماه، ونواف العابد الآن أمام فرصة تاريخية للهلال. ركلة بيبي العابد، نواف، البطولة للهلال، يا سلام، الزعيم كمان وكمان، الزعيم يحطم كل الأرقام، الزعيم يتوج بالبطولة السادسة على التوالي كرقم قياسي فريد من نوعه، والبطولة رقم 12. مبروك يا الهلال، مبروك يا الزعيم، مبروك يا الموج، مبروك لمحبيه لعشاقه، حتى في أسوأ مواسمهم يأبى الزعيم أن يخرج بدون بطولة بركلات الترجيح. توج على حساب شقيقه نادي النصر، واعلن من خلاله عن تتويجه بطلا للبطولة رقم 38 لبطولات كأس ولي العهد في النسخة رقم 38، ويتوج بطلا للبطولة رقم 12، ويعلن عن فوزه بالبطولة السادسة على التوالي، وينفرد الكابتن محمد الشلهوب ب25 بطولة في تاريخه كلاعب، و10 بطولات لكأس ولي العهد. ولكن في الجانب الآخر ما قصرت يا نصر، فعودتك أثرت المسابقة، عودتك عودة فيها هيبة، فيها جمهور